غدانا النهاردة بقى إنما إيه؟ مفيش اتنين يختلفوا عليه. قومي كده يلا بهريهم بألذ غدا وساعديهم. فيديو النهاردة جميل ولذيذ وفيه أفكار حلوة قوي هتنفعك إن شاء الله خلال الشهر كله. هتقدري تنوعي كده وتغيري وتبسطي الولاد. الأول سمي الله وصلي على رسول الله ويلا نكمل الفيديو بتاعنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا معايا نص كيلو من الوراك المخلية اللي هي الشيش، يعني تروحي كده للفرارجي قولي له عاوزة نص كيلو شيش أو في وراك واخليها، أو انتي اخليها أو ريحي نفسك وهو يخليها. المهم يا اختي خلينا في كفاية خلي وخلينا في الوصفة بتاعتنا. تمام. طيب زي ما انتوا شايفين كده هنقطعها قطع صغيرة. وصفة لذيذة أوي وجميلة. طيب حد يقول لي تنفع بالصدور؟ تنفع، بس عاوزة أقول لك حاجة، الوراك بتبقى لذيذة كده، بيبقى فيها مطة وتبقى طرية عن الصدور. الصدور ليها وصفات برضو والوراك بتبقى ليها وصفات، بس أنا عن نفسي في الوصفات دي بحب أوي الوراك. زي الفاهيتا كده بتاعت الدجاج بتبقى حلوة قوي في الوراك. الكفتة بتاعت الفراخ يفضل ان انت تحطي صدور على وراك. انا بقولك حاجات علشان تنفعك. الشاورما يفضل ان انت تحطي صدور على وراك. في ناس بتعملها صدور بس، لا، صدور على وراك افضل وجربي. وفي الكفتة نفس النظام. طب نحط ملح، نحط كركم، نحط توم بودر على بصل بودر، نحط كاري، نحط حبة سماق كده ومعلقة زبادي. هنحتاج معلقة زبادي تاني أو معلقتين، هقولك دلوقتي شوية كده يعني. وحبة فلفل. طبعا من كل حاجة من التوابل دي بنحط ايه يعني قد نص معلقة. وحط كمان بهارات فراخ. نقلب الخلطة كده وحطينا عليهم رشة زيت. تمام. وسيبيها كده يعني في حدود 10 دقايق. نغطيها وتعالوا نروح نشوف هنعمل ايه. بصوا انا هنا كنت غالية لبن علشان تعرفوا يا جماعة اللي انا مش مجرد ان انا بعمل لكم فيديوهات بس، لا والله انا بعمل لكم روتيني اليوم. يعني فعلا انا بعتمد على القشطة اللي بشيلها من اللبن. شوفوا انا هنا غالية لبن قد ايه، بتاع 4 كيلو، علشان يبردوا كده واشيل القشطة اعملها زبدة. بصوا انا زبدة حتى ما سيحتهاش. اي نعم انا بشتري زبدة لان ما بتكفينيش برضو، خصوصا لما نقلت. المهم يعني زي ما بقول لكم كده، لا تفتكروا ان انا بقول لكم ما هاتي كمية لبن واغلي، انا اهو دي طبيعتي، انا بعمل كده على طول. تمام. طيب هنعمل حبة رز ابيض جنب الاكلة بتاعتنا دي. انا عملتها بزبدة لاني ما سيحتش السمنة. هتقولي لي هيتحرق ولا اي حاجة، اهو جميل، بس حطي مع الزبدة حبة زيت كده في الاول. نحط مية مغلية ونسيبه يستوي. تمام. تعالوا بقى علشان نكمل الوصفة بتاعتنا. معانا بصلاية كده ونبتدي ان احنا نحطها في الكبة نفرمها. تمام. فرمناها. تعالوا بقى ناخد الفراخ بتاعتنا الشيش دي اللي احنا قطعناها وتبلناها، وناخد البصل. طاسة بقى او جريل او صينية، نحط حبة زيت وبرده قطعة زبدة. بعد كده الفوطة بتاعتنا المبلولة علشان ما نتفرهدش ونقعد نمسح ونغسل في البوتاجاز قد كده. بنشيل الفوطة دي بنلمع البوتاجاز برضو، بس مش بالمجهود اللي احنا بنعمله. طيب نزلنا بقى بالفراخ والنار تكون عالية، ونبتدي كده نشوح فيها. لازم النار تكون عالية علشان الفراخ ما تنزلش العصارة اللي فيها وتنشف كده. احنا عاوزينها جوسي وطرية كده ولذيذة. الأكلة دي جميلة قوي، احفظيها احفظيها علشان على طول هتحتاجيها. طيب عاوزة أقولك بقى، لو أول مرة بتشوفيني ما تنسيش تعملي اللايك، ما تنسيش قصدي تعملي متابعة، وطبعا لايك للفيديو، واعملي مشاركة علشان حبايبك واخواتك يستفادوا منها. طب سوينا الفراخ كده، تعتبر سويناها، نشيلها بقى ونركنها على جنب. نفس الطاسة هنعمل نحط حبة زيت وننزل بالبصلاية اللي احنا فرمناها. معانا فصين توم مفرومين ننزل بيهم برضو. نشوح الكلام ده كله مع بعض، يعني أنا مش عاوزاها تحمر. بصوا أنا بقلل المادة الدهنية ازاي. طيب بعد كده ننزل بطماطمية كده معصورة أو مبشورة أو مفرومة أي حاجة. تمام. طماطمية كده ونزلنا حبة مية صغيرين ونسيبها تاخد غلوتين كده. نحط حبة ملح، حبة فلفل. تمام.
ونخليها تغلي. في الآخر بقى نحط معلقتين زبادي، أو لو عندك طبعا كريمة طبخ حطي، مفيش حطي معلقتين زبادي بس في الآخر خالص. ونخليها تاخد غلوة كده وننزل بالفراخ بتاعتنا. عاوزة أقولك الوصفة دي خطيرة، ما احنا مش هنفضل نعمل لهم هاتي نص كيلو بانيه هاتي نص كيلو بانيه، لا، لازم ننوع علشان العيال ما تزهقش، خصوصا اللحوم غالية، يعني اللحمة غالية عن الفراخ برضو، فبالتالي مش عاوزين الولاد يزهقوا، فبنحاول ان احنا نعمل وصفات مختلفة من صدور الفراخ، الوراك، الفرخة نفسها. تمام اهو. نخليها بقى تاخد غلوة كده، طبعا احنا كنا مسويين الفراخ في الأول، تاخد غلوة وخلاص. على كده النوع ده من الطريقة دي من الوصفة دي لازم تكون جوسي ويبقى فيها صوص كده خفيف اهو زي ما انتوا شايفين، الزبادي مع البصل مع الطماطمية اللي بشرناها مع فصين التوم، مش قادرة اقولك الريحة عاملة ايه. هاتي بقى الرز بتاعنا اللي استوى ونبتدي نقدم الأكل بتاعنا. شفتوا بقى، أكلة لذيذة على فكرة وسريعة قوي ومنجزة، وكمان الطعم مختلف، أكل كده تحسيه أكل مطاعم، أكل فنادق، مختلف شوية عن الأكلات بتاعتنا. ما تنسوش تعملوا لي توصية، ما تنسوش تعملوا لي توصية. ادخلي كده على الصفحة بتاعتي هتلاقي كلمة الآراء قدامها علامة النجمة كده، طبعا فضلا ليس أمرا. قولي رأيك بكل صراحة، قولي رأيك فيا، أنا يهمني اللي أنا أعرف رأيك سواء حلو أو وحش. وسيبوني بقى أكمل الغدا بتاعي، أنا تعبانة شوية والله، بس أهو الحمد لله نقدم معاه حاجة خضرة. ودمتم في رعاية الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. انتظروني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع ألف سلامة. اعذروني إن أنا مرهقة شوية النهاردة، في حفظ الله.